الراهب والساحر والغلام. علشان تعرف اصل الحكاية تابع معايا. القصة دي اللي حكاها بنفسه سيدنا رسول الله، ونزلت في سورة كاملة في القرآن الكريم، وحكاها لكل الصحابة. القصة حصلت في اليمن، أبطالها ملك وساحر وراهب وغلام. سيب بقى اللي في ايدك كله وركز معايا شوية في الحبة اللي جايين دول. جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة وقعدهم قدامه، وبدأ يحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم القصة العجيبة دي. عايزك تتخيل معايا انك قاعد معاهم دلوقتي هناك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحكي بنفسه ويقول: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. كان في ملك اسمه ذو نواس، كان بيعيش الملك دون في اليمن سنة 523 ميلادية، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب40 سنة. الملك دون كان ظالم ومحدش قادر عليه، بس عشان محدش يقول له انت بتعمل فينا كده ليه، فاختار لنفسه منصب غريب جدا، نصب نفسه إله عشان يعمل بقى اللي هو عايزه بدون كلام. والناس من خوفهم منه نسيوا ربنا، وكل البلد أمنت بيه. خدوا بالكم النبي اللي بيحكي ما عدا واحد كان راهب عجوز، هو الوحيد اللي عارف ان الملك ده كذاب. وبدأ الراهب يتكلم مع الناس ويفكرهم بربنا، بس الكل كان بيبعد عنه من خوفهم طبعا من الملك. بس الكلام دون خلى بعض الناس تعمل همهمه ما بينهم. الراهب بيتكلم صح، فعلا الملك ده ملوش اي معجزات. راح واصل امر الناس اللي بيتهمهموا دول بفضل الجواسيس للملك، وراح ماسك واحد منهم وعذبه وقال له: مين اللي خلاك تقول اللي انت بتقوله ده؟ طبعا مع التعذيب قال له الراهب طبعا كان قلبه حاسس ان لو اتمسكوا هيقولوا عليه، فراحوا يمسكوه لقوه هرب وراح استخبى في مغارة على حدود المدينة، وكان بيطلع منها متخفي عشان يجيب اكله وشربه ويرجع يستخبى فيها تاني. لكن الملك خاف من كتر الكلام عليه وقال لازم يكون فعلا ليا معجزات يحكي الناس ويتحكى عنها. راح جايب ساحر رهيب وفهم الساحر ده على المطلوب، وبدأ الساحر بدوره انه يضحك على الناس ويوهمهم بالسحر ويجمع السحاب ويخليه يكتب اسم الملك بالسحاب دون. وللأسف الناس لما شافت ده صدقت، وراح جايب بقى الملك الراجل اللي كان بيهمهم وقال له: امنت بيا؟ قال له لا. راح قتله قدام البلد كلها، واعلن عن مكافأة كبيرة للي يقبض على الراهب 1000 دينار، يعني 1,000,000 دينار. وكان بقى من ضمن القاعدين وبيشوف كل اللي بيحصل ده غلام كان عنده 8 سنين، شايف كل اللي بيحصل قدام عينه. وتمر 7 سنين كاملين، والساحر اصبح ليه شأن كبير في البلد وبقى دراع اليمين للملك، والناس نسيت ربنا اكتر واكتر، والظلم زاد. وفي نفس الوقت الراهب لسه عايش بس كبر وعجز قوي، وبقى بيدعي ربنا ليل ونهار ان يوصل علمه لاي حد قبل ما يموت. والملك بالرغم من كل اللي بيحصل ما كانش مبسوط، لانه كان خايف بقى المرة دي من الساحر، لانه هو الوحيد اللي عارف سره، وكان مستني الملك اي فرصة علشان يخلص منه. ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ويقول: قال الساحر: ايها الملك اني قد كبرت، فانظر الى غلام أعلمه السحر ليبقى ما تصنع وما تريد. علشان يفضل الظلم محتاج جيل جديد أعلمه لك السحر قبل ما أموت أنا كمان. وهنا يجي الغلام اللي كان صغير وعنده 8 سنين، بعد ما فات 7 سنين بقى عنده 15 سنة، عبد الله بن سامي. والساحر لما شافه وقعد يتكلم معاه لقاه ذكي جدا، وبدأ يقربه منه وقال له: خلي بالك أنت في يوم هتكون مكاني. وبدأ الساحر يعلمه السحر والخدع، والغلام كان بيتعلم الألعاب السحرية بسرعة رهيبة. وبعد ما الساحر علمه أخده بقى من إيده ودخل بيه علشان يقابل الملك جوه القصر. ومجرد ما الغلام دخل القصر انبهر، وخصوصا لما بدأ يحس انه في يوم من الايام هيكون فعلا مكان السحر. ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ويقول: فكان الغلام يسكن على اطراف المدينة، واذا اراد ان يذهب الى الساحر مر على كهف الراهب. وزي ما الساحر بيدور على جيل جديد يعلمه الفساد، الراهب هو كمان بيدور على جيل جديد يعلمه العلم. بس الراهب مطارد و1,000,000 دينار تمن رقبته. لكن بالرغم من كل ده بدأ يبص مين اللي بيعدي كل يوم من قدام الكهف بتاعه ده. لقاه غلام بس شكله ذكي، بص عليه وراقبه كويس، لقاه رايح في اتجاه بيت الساحر، فعرف ان ده الغلام اللي اختاره الساحر عشان يعلمه سحره. فبدأ الراهب يفكر: طب ازاي اشد الغلام دون ليا؟ لغاية لما ربنا دبر له الامر. حفر الراهب حفرة، الغلام وهو ماشي وقع فيها ومعرفش يطلع. راح الراهب رايح له ووقف على طرف الحفرة وبص للغلام وقال له: اطلع. الغلام ما كانش عارف يطلع، قال له: مش قادر، ساعدني. قال له: مش هساعدك، خلي السحر اللي انت اتعلمته طلعك. طبعا الغلام بص له واستعجب من اللي هو بيقوله ومعرفش يطلع. راح الراهب مدد له ايده
ومطلعه وطبطب على كتفه وقال له الساحر علمك الوهم وانا هعلمك الحقيقه، لو انت عايز تتعلم الحقيقه الكهف ده انا قاعد فيه. كانت مغامره كبيره من الراهب، الولد لو فتن عليه هتبقى كارثه، لكن الراهب راهن على ذكاء الولد وعارف ان الشباب في السن ده عندهم حب استكشاف، وفعلا يكسب الراهب الرهان، وحب الاستكشاف عند الولد سيطر عليه وراح رايح على كهف الراهب وبدأ يسمع من الراهب الكلام بتاعه. وكان الولد بيعمل حاجة غريبة، يروح للساحر كل يوم الصبح في ميعاده وهو راجع يروح للراهب بالليل. وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم فجلس الغلام يسمع كلمات الراهب، فجعل الغلام يسأل الراهب عن الله كلما مر به، فلا يزل الغلام يسأل حتى أخبره الراهب بالحق كله. الراهب كان بيخلي الغلام يسأله أسئلة تعرفوا يعني ايه ربنا، وبدأ الراهب يشرح للولد كل حاجة عنده لغاية لما عرفه ان لا اله الا الله، وان الملك مش اله، وان الساحر ده باع دينه علشان يقنع الناس. الجميل ان الولد بدأ يحب الراهب، لكن برضه كان لسه بيروح للساحر، لسه متردد ما بين الاتنين، مش عارف مين فيهم الحق. كان ما بين اتنين عكس بعض تماما، واحد معاه السلطة وعايش في قصور، والتاني مطارد في كهف بس معاه علم. لغاية ما في يوم تحصل حاجة غريبة، الناس كلها كانت عارفة ان الغلام ده تلميذ الساحر، يعني الناس كلها في البلد شايفينه الساحر الصغير. ومرة واحدة وهو ماشي لقى الناس بتصرخ، وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما الولد يمر في الطريق فإذا بدبة أسد يمنع الناس من المرور في الطريق. كان الأسد واقف جنب بير مية، والأسد واقف جنب البير، والناس كلها مرعوبة منه. فقال الغلام اليوم أعلم أيهم أحب إلى الله الساحر أم الراهب. فراح موطي واخد حجر من الأرض ودعا ربنا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من الساحر فاقتل هذا الأسد بهذا الحجر الصغير. طبعا صعب جدا أسد يتقتل بحجر صغير، وراح رامي الحجر وسبحان الله جه الحجر في فم الأسد. ففرحت الناس كلها وقالوا ساحر عظيم، لكن هو في التوقيت ده قال لا إله إلا الله، خلاص أنا عرفت الحق. وراح طالع يجري على كهف الراهب وحكى له كل اللي حصل. فضحك الراهب وقال له أي بني أنت اليوم خير مني، بس قال له جملة في منتهى الخطورة، اعلم يا بني أنك ستبتلى، لكن إذا حصل ذلك فلا تدل علي. خلي بالك انت هتحصل لك مصايب من اللي انت فيه دلوقتي، بس اوعى تبلغ عنه. بدأ الغلام يفكر في حاجة واحدة بس كانت شاغلة كل تفكيره، ازاي اعرف كل الدنيا باللي عرفته وتعلمته ووصلت له. فشاف ان افضل طريقة انه يندمج في وسط الناس اكتر ويعمل خير كتير للناس المظلومة، ودعا ربنا انه يقربه للناس ويحبب الناس فيه. فربنا سبحانه وتعالى اداله كرامات كتير على ايده. وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم فكان الغلام يبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله. فبدأ يروح للناس العيانة ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ان العيان يشفى، ويدي للعيان اعشاب، الاعمى يشفى باذن الله ويفتح تاني، واللي عنده مرض جلد يشفى، وكل واحد يشفى باذن الله. وطبعا بدأت الناس تحبه اكتر واكتر وفاكرين انه ساحر. بس كان في شخص واحد في البلد هو الوحيد اللي عارف انه مش ساحر، الساحر نفسه. بس الساحر ساكت مش قادر يتكلم، والملك كان مبسوط جدا من اللي بيحصل. بس جات له معلومة ان الغلام بطل يروح للساحر. فاستدعى الملك الغلام وسأله انت ما بتروحش للسحر ليه؟ فقال له خلاص اتعلمت كل سحره. فضحك الملك وقال له خلاص احنا كده ما بقناش محتاجين للسحر. قال له ايوه يا مولاي احنا مش محتاجين للسحر خلاص. راح قاتل الملك الساحر، وفرح الغلام الناس حبتني والوحيد اللي يعرف السر مات. والملك قال خلاص استفدت منه ودوره خلص بالنسبه لي. بس الغلام قال لازم اواجه الملك واقنعه، بس اعمل كده ازاي؟ وكان خايف برضه من الملك لا يقتله هو كمان. فبص لقى جليس الملك واقرب الناس ليه وغني جدا بس كان كفيف، فقرر انه يوصل لجليس الملك الاول عن طريق مرسال. والمرسال ده قال له على فكره في حد ممكن يرجع لك نظرك. فعرف جليس الملك ان الغلام الساحر الجديد يبرأ الاكمه والابرص. راح جايب له الهدايا والفلوس، فاكر الموضوع زي اللي قبله، وراح مقابله وقال له يا غلام لك كل هذه الهدايا إن رددت إلي بصري. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال له الغلام إني لا أشفي أحدا إنما الذي يشفي هو الله، فإن شئت أن يرجع إليك بصرك دعوت الله لك ليشفيك ولكن تؤمن بالله. فقال الجليس أو تفعل؟ فرد عليه الغلام وقال له نعم بإذن الله. فقال له الجليس لئن رددت إلي بصري لأؤمنن بإلهك. فدعا الغلام يا رب يا رب فرصة العمر وجت، رد إليه بصره. فرد الله إليه بصره. مجرد ما فتح جليس الملك
قال أشهد أن لا إله إلا الله. وأول حاجة عملها راح داخل على الملك صديقه وصاحبه، فالملك اتخض لما لقاه فتح، فقال له من رد عليك بصرك؟ فقال ربي. فقال له أنا. فرد عليه وضحك وقال له ربي وربك الله، ده أعز صديق ليه. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. وراح جايب الملك الغلام وقال له بخبث أي بني حبيبي ابن الصغير، لقد بلغ من سحرك ما أرى. مش أنت ساحر برضو؟ لكن المرة دي المفاجأة إن الغلام خلاص اتكلم وقال له أنا لا أشفي أحدا ولكن الشافي هو الله. فرد عليه الملك بالحنية الخبيثة برضو وقال له أولك رب سواي؟ فقال له ربي وربك الله. فخدوا الملك ولم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. هو غلام مجرد بشر ما استحملش ويتقبض فعلا على الراهب. راح الملك جايب الجليس بتاعه والراهب مع بعض وجاب الغلام بس على جنب لوحده. الغلام محبوب والبلد كلها بقت بتحبه، ولانه اخطرهم واصغرهم فكان عايز يخوفه بس لحد لما يرجع تاني لعقله ويقول انا ساحر. اصل الغلام ما ينفعش يموت. راح جايب الملك الجليس صديق عمره وحط المنشار في راسه وقال له ارجع لدينك وتمتع بنظرك ومالك. فقال له لا اله الا الله فموته. وراح جايب الراهب قال له ارجع عن دينك، فابتسم وبص على الغلام ابتسامه خلت الغلام يبكي. وراح ردد للملك تاني وقال له لا اله الا الله، فموته موته ابشع من موت الجليس. وراح الملك بعد كل اللي حصل ده بص للغلام عاوز يقتله ويخلص منه بس من غير ما الناس تحس بحاجه. جاب الملك شويه من جنوده وامرهم انهم يلبسوا لبس عادي زي عامه الناس كلها، وقال لهم خذوه الى جبل بعيد واصعدوا به الى الجبل والقوه من هناك، واذا جاء الناس فقولوا لهم اختل توازنه ووقع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوه الجنود وصعدوا إلى الجبل ووقفوا فوقه، فدعا الغلام دعاء رهيب. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سراقة في الهجرة كان بيجري وراه وربنا سبحانه وتعالى نجاه، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اهتز الجبل وسقط الجنود وعاد الغلام. لو حد مكان الغلام في التوقيت ده يهرب، لكن رجع للملك وما حبش يعمل زي الراهب. وهو في طريقه بقى للملك كان كل اللي يقابله من اللي موجودين يقول له انا مش ساحر، لا اله الا الله، انا مش ساحر، لا اله الا الله، الذي يشفي هو الله، الذي يبرئ الابرص هو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رجع الى الملك يمشي، فالملك صعق لما شافه ايه ده، وقال له اين اصحابك الذين ارسلتهم معك؟ ما قالوش الجنود، فقال له كفانيهم الله. ويقوم مكرر الموضوع تاني مره. الملك جاب جنود ولبسهم لبس زي الناس كلها واخدوه المره دي بقى في سفينه في وسط البحر، ويرفع ايده للسماء ويقول اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. تيجي ريح تغرق السفينه ويموتوا كلهم ويرجع هو لوحده. مفيش حد يقدر على ربنا. ويرجع للملك والملك يتصعق تاني مره ويقول له أين أصحابك؟ فقال له كفانيهم الله. فبص له الملك وقال له لما لم تهرب؟ اهرب وخلصني. اعلم أن هذه المرة سأقتلك لا محالة. فرد عليه الغلام رد صعب وقال له إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. جملة هزت الملك ومصير الجنود اللي كان بيبعتهم كل مرة معاه قدام عينيه ومش عارف يعمل معاه ايه. البلد كلها بتحب الغلام وكل ما اجي اقتله ينجى، ولو موته الناس مش هتسكت عليا، فبقى مضطر انه يسمع كلامه عشان يموته. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قال له الغلام اجمع الناس ثم اصلبني على جذع نخله ثم خذ سهما من هذه ثم ضع السهم في القوس ثم قل بسم الله رب الغلام فاذا قلتها ستقتله. والملك كان خلاص مش طايقه وعارف انه مش هيحصل اللي هو عايزه غير لو عمل اللي الغلام قال عليه. فيقوم الملك يجمع كل البلد وراح صلبه في جذع شجره واخد السهم قدام كل الناس وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في قلب الغلام. فضحك الغلام وهو بيموت قدام البلد كلها وقال لا اله الا الله، ومات الغلام. لكن الاصعب ان كان واقف من بين الناس اللي جمعهم الملك في البلد كلها ام الغلام، ما كانتش قادره تعمل حاجه، لكن اول ما لقت ابنها مات جريت عليه وحضنته وصرخت بحرقه وقالت لا اله الا الله. فصرخت البلد كلها وقالوا لا اله الا الله، والبلد كلها بقت بترددها وكل الناس بقت تقول جمله واحده بس آمنا برب الغلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الغلام انتصر والملك بقى مرعوب. هو كان فاكر إن بموت الغلام انتهى الموضوع والناس فاكرين ساحر والملك موته، لكن الغلام انتصر والبلد كلها امنت. فالحاشيه بتوعه قالوا له ماذا ستفعل الان؟ لقد امن كل الناس. فرد عليهم الملك الظالم وقال لا باس، احفروا الاخاديد هيولع في البلد كلها، وقال لهم اشعلوا بها النيران، ومن رجع عن دينه
فاتركوه ومن ابى فالقوه في الاخديد. سورة البروج اللي بتتكلم عن اصحاب الاخدود. طب الناس عملوا ايه؟ مسكوا كلهم في ايد بعض وهم بيرددوا لا اله الا الله، قاموا الجنود نزلوهم وهم احياء في الاخديد اللي فيها النار. متخيلين البلد كلها امنوا بربنا وماسكين في ايد بعض وهم نازلين في الاخاديد المحفوره من النار. بس يجي النبي صلى الله عليه وسلم يختار اصعب مشهد في كل اللي موجود ده. شايله ابنها الرضيع، فخافت عليه، قلبها ما استحملش ان هي تشوف ابنها بيتحرق قدامها ومعاها، فاتهزت وكانت هترجع. فانطق الله الرضيع فقال لها اماه انك على الحق فلا تخافي، وده كان من الرضع اللي انطقهم الله. فاخدته وسبتت وقالت لا اله الا الله ودخلت بيه في النار. بس ربنا سبحانه وتعالى اختار النهايه دي علشان يعرف الناس ان مش كل النهايات بتبقى سعيده، وان القصه دي بالذات ما خلصتش، ده الفصل الاول بس، لسه يوم القيامه. بس ربنا توعد الملك باللي عمل. ولو قريت سوره البروج هتعرف ان القصه دي بالذات ما خلصتش. اوعى تفتكر يا اللي اتظلمت ان ربنا ما شافكش، اما بقى اللي ظلمه فيا ويله من اللي مستنيه. اما بقى الناس اللي بتدارى جوه عبايه الدين وواخدين ستاره علشان تهيمن على الناس وتسحر عقولهم وتموتهم باسم الدين وتحكمهم باسم الدين، ربنا بنفسه بيكشفهم ومش هيسيب حد يضحك على عباده باسم الدين. الملك لله والحكم لله، وكل زمن ليه السحرة بتوعه اللي بيتلونوا من عصر لعصر. واصحاب الاخدود اصبحوا حكاية عظيمة، ومفيش حكاية ما كانش ليها اصل.